هذا الزامبي لانطلاقة الشوط الثاني في ملعب بلومفونتين. هذه المدينة اللي تعرف بمكان الفهود. الآن في هذه المدينة يتواجد فيها الفرسان، فيما بيشاو مدرب اثيوبيا يجري استبدال اول. خروج دويت اللاعب رقم 16 ودخول ماناي فانتو. يبدا الان الشوط الثاني. المنتخب الليبي يلعب على يمين المشاهد واثيوبيا على اليسار. كرة تنقل امامية الان، متابعة من التربي، نقل الكرة في العمق ومحاولة الاختراق، ولكن نشنوش بثبات يسيطر على الكرة وستبات في مستهل الشوط الثاني في العمق الدفاع الليبي. المنتخب الاثيوبي كاد ان يستغل هذه الكرة لولا ان الكرة طالت على المهاجم الاثيوبي لتجد الحارس نشنوش. فيما هناك متابعة من جرب سيون تيسفاي، تعود ليبيا عند الغنودي. غنودي مرر لمهدي المصري، مهدي المصري كروس ممتاز، ولكن تبعد كرة من الدفاعات الاثيوبية. الكرة تعود للاثيوبيين. فيما هناك لاعب ملقى على ارضية الميدان، تعرض لاصابة لاعب المنتخب الاثيوبي، يتوقف من خلالها اللعب. دخول الطاقم الطبي لاثيوبيا لعلاج اللاعب رقم 17 سيون تيسفاي. يتوقف اللعب في هذه اللحظات. انتصار لفرسان المتوسط مهم جدا، الظفر بالنقاط الكاملة يعني التساوي مع البلاك ستارز غانا. والموعد القادم لليبيا يوم الجمعة القادمة على أرضية هذا الميدان. ليبيا تلاقي غانا لإعادة لمواجهة المنتخبين في الكوت ديفوار في مباراة اكتملت 1-1، ولإعادة أيضا ذكريات كأس أفريقيا 82 في نهائي تمكن منتخب غانا من تحقيق اللقب بركلات الترجيح، وكان أول نهائي يحسم من نقطة الجزاء في تاريخ كأس أفريقيا. يستأنف اللعب علي السلامة صاحب الخبرة، مدافع المنتخب الليبي، يرسل كرة ويعيدها لإثيوبيا. فيما جمال تاسو يمرر، جمال تاسو أبابو بوتاكو، تخرج كرة خارج أرضية الميدان للجانبية. جانبية في تنفيذ العمامي، ارجع كرة من مؤيد لجريتلي. العمامي كرة اي كلام تخرج خارج ارضية الميدان للجانبية. الجانبية وركلة مرمى لصالح المنتخب الاثيوبي. شفنا المنتخب الاثيوبي تفاجأ بالاداء الليبي، تفاجأ بعنفوان الشباب. كان في تخوف في الشارع الرياضي الليبي ان هذا المنتخب اللي لا يمتلك تاريخ ولا خبرة ولا رصيد سيجد صعوبات كبيرة، وخاصة في اللقاء الأول. ولكن هذا المنتخب يخالف كل التوقعات، يفاجئ الاثيوبيين ويحاول ان يواصل هذه المفاجأة. هي السارة لكل الجماهير الليبية اللي تامل في ان ينتهي اللقاء الاول بالنقاط الكاملة. هذا هو صاحب الخبرة علي السلامة، وهو والتربي احد الاسماء اللي كانت موجودة مع المدرب الوطني عبد الحميد الفيش اللي قاد المنتخب في تصفيات كأس العالم. ومنتخب فرسان المتوسط كان قريب قاب قوسين أو أدنى من انتزاع بطاقة التأهل على حساب أسود الكاميرون، لكن نعرفه الاحتراز اللي قدمه منتخب الكاميرون ونال من خلالها النقاط الكاملة أمام توغو كان سبب رئيسي في تأهل المنتخب الكاميروني للدور الثاني. وبعد المنتخب الكاميروني لاقى تونس وتأهل للمونديال. هذا هو محمد نشنوش. مكسب كبير للكرة الليبية بعد اعتزال الحارس المخضرم سمير عبود. كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة تمهيد بينما الشبلي يتدخل التسديد وعلي السلامة يبعد كرة. يحاول المنتخب الاثيوبي
أن يضغط في هذه اللحظات. كرة تصل للوراء عند الدفاعات الإثيوبية. معادلة من مينياهيل تاشوما عند أدانا جيرما. أدانا جيرما يخطئ، تعود كرة ليبية. شبلي مرر كرة عند البدري. البدري للشبلي. شبلي مرر كرة لصبو. صبو المعتصم صبو يخطئ، تعود كرة من جديد الآن لصالح ليبيا بعد تدخل ممتاز من جانب الشبلي اللي قدم في مباراة رائعة. فيما البدري يخطئ في التمرير والكرة تنتهي إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لصالح منتخب إثيوبيا. الكرة تعود من جديد لصالح المنتخب الإثيوبي الباحث عن فرصة للعودة في هذا الشوط الثاني. المنتخب الإثيوبي هذا المنتخب اللي يدرك أهمية نقاط المباراة الأولى، لهذا يحاول العودة. ال1-2 ماني مينو فيما محمد الشبلي يتدخل تدخل والكرة تبعد لتتحول للجانبية. جانبية سيوم تيسفاي مرر. تيسفاي يلتف، محاولة المرور من باهايلو السافا والكرة تعود ليبيا. يبعد كرة من الشبلي عند بوشناف. بوشناف يخسر كرة أسرات يعيدها للوراء. في هذه اللحظات منتخب ليبيا يقبل اللعب والمنتخب الاثيوبي يحاول ان يلعب في المناطق الليبيه. فيما مهدي المصري يشتت ويبعد كرة لخارج ارضية الميدان. هل المنتخب الليبي يمتلك المخزون البدني اللي بمقدوره ان يظل متماسك في الشوط الثاني؟ غنودي عند البدري. البدري يخسر كرة تعود لاثيوبيا باللمسه من جانب اللاعب ماناي فانتو. محاولة مرور ماناي البديل اللي دخل في هذا الشوط الثاني يخطئ والكرة تعود الآن. بدري اللونج بول بامتياز والجريتلي يقود هجوم عكس الآن مؤيد في انتظار مساندة، ولكن مؤيد يفقد الكرة. يخسر كرة مؤيد كان في انتظارها محمد الغنودي، لكن التمريرة كانت بشكل ممتاز من جانب فيصل البدري اللي عنده رؤية غير عادية للملعب. المحاولة والكرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب الإثيوبي. التماسك والتركيز مطلوب حتى صافرة النهاية. فيما الآن محاولة ميدو كري وأسرات يصوب بعيدة الكرة، بعيدة تماما كرة اللاعب أسرات تنتهي لخارج الميدان إلى ركلة مرمى. شوفوا الإعادة الكرة تحولت لخارج أرضية الملعب. المنتخب الإثيوبي المشارك في الشان تقريبا بنسبة 95% هو المنتخب اللي شارك في الكان قبل عام، باستثناء صلاح الدين سعيد اللي يلعب مع نادي ليرس البلجيكي واللي كان يلعب مع نادي وادي دجلة المصري، وايضا شيميل سباكالا اللاعب اللي كان يلعب في الدوري الليبي مع الاتحاد وبعدها ترك الاتحاد وانضم لنادي المريخ السوداني. الشبلي يمرر كرة عند المهدي المصري. مهدي واصل انطلاق مهدي المصري وهناك متابعة. كرة تخرج خارج أرضية الميدان أمامنا مهدي المصري في محاولة وانطلاقة واضح تماما. منتخب شباب ليبيا رويدا بدا يكتسب الثقة الكبيرة. رويدا دخل أجواء اللقاء، أصبح يلعب من دون خوف. محاولة من صابو المعتصم. صابو يحتفل بالكرة. صابو يحاول اختراق كي يمارس صابو، لكن الكرة تبعد شبلي فيها تصيبة. يصوب شبلي، كرة تتحول لخارج الميدان من محمد الجدي المعروف بالشبلي في الوسط الرياضي الكروي في ليبيا، بينما المعتصم صبو فاصل مهاري يراوغ ويمر. كرة تبعد تتهيأ امام الشبلي اللي صوب، ولكن كرة الشبلي لخارج ارضية الميدان لركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الاثيوبي. الجانبية للاثيوبيين. اثيوبيا كما ذكرت التاريخ والعراقة، ولكن كرة القدم لا تعترف بذلك، بل تعترف بالفريق اللي يؤدي داخل المستطيل الاخضر. اداء ممتاز لفرسان المتوسط، ونشنوش يتمكن من السيطرة على الكرة قبل وصول المهاجم أوميدو أوكري.
مهاجم نادي سان جورج وميدو اوكري. كرة تبعد من علي السلامة، بوشناف يتابع، يرتكب خطأ المعتصم بوشناف، وأسرات يكسب كرة. تظل عند المنتخب الاثيوبي دانا جيرما. تتحول الكرة لخارج أرضية الميدان للجانبية، الجانبية لمصلحة منتخب اثيوبيا. المنتخب الاثيوبي اللي يفتقد الحلول. البدري بلمسة، تمريرة من الغنودي وانطلاقة الآن واحدة لصالح ليبيا. البدري الغنودي، غنودي عند ليجريتلي، مؤيد الكروس من مؤيد تصطدم بالاثيوبي بابو بوتاكو. مؤيد في حوار مستمر ومؤيد يكسب الجانبية لمصلحة منتخب ليبيا لصالح فرسان المتوسط. كرة بالقرب من زاوية الركنية. دوما المتخصص والمتعهد في تنفيذ الكرات الثابتة هو فيصل البدري. وامامنا الجريتلي اللي سيغادر الملعب. استبدال اول يجريه الاسباني كليمنتي. المعتصم بالله محمد المصراتي لاعب نادي الاتحاد، لاعب خط الوسط يدفع به، يحاول تدعيم وسط الميدان. خافير كليمنتي المدرب الاسباني بإقحامة اللاعب المعتصم بالله فيما خطأ لمصلحة فرسان المتوسط في التنفيذ. فيصل البدري يستعد لتنفيذ هذه الكرة. كما ذكرت الرجل الأكثر تأثير في صفوف المنتخب. كرة تصطدم بلاعب المنتخب الإثيوبي، تظل عند البدري، تلعب ناحية الغنودي، ولكن حارس المرمى جمال تاسو أقرب للكرة. أمامنا محمد الغنودي يراهن عليه خافير كليمنتي، والغنودي يحتاج لأكثر من كرة داخل منطقة الجزاء. يرجع كرة من باهايلو السبا، تمرير من جانب سيوم تيسفاي، عسرات للوراء. يلعب المنتخب الاثيوبي في مناطقه. الكرة تعود ليبيا الأمامي عند شبلي التمرير للبدري، البدري كرة ولا أروع مع انطلاقة لكن بعيد المهدي المصري. فيما الكرة معادة من تيسفاي للوراء، تعود الكرة الآن في انطلاقة لباهايلو السافا والسلامة، ارتماء رائعة والتغطية في محلها. السابو للشبلي، منتخب ليبيا يلعب اللمسة الواحدة، تعود كرة الآن لأوميدو أوكري وهجوم اثيوبي، انطلاقة للسرعة اثيوبيا، فرصة خطيرة تضيع المنتخب الاثيوبي. مان فانتو يضيع كرة التعادل وسط باتا في الدفاع الليبي اللي يحاول أن يطبق مصيدة التسلل مع انطلاقة السريعة للاعب ماناي فانتو. ماناي يضيع كرة التعادل، ماناي فانتو يضيع على منتخب اثيوبيا كرة العودة. كان وجها لوجه مع نشنوش، ضاعت كرة التعديل على غزلان اثيوبيا. إذا تضيع الفرصة ومنتخب اثيوبيا اللي لم يستغل كرة سانحة للتهديف. مرت الكرة بسلام على مرمى فرسان المتوسط، كرة أساء تقديرها الدفاع الليبي، ولكن تمر بسلام. ركلة مرمى في تنفيذ نشنوش ينقل كرة أمامية. محاولة اثيوبيا هي جرس الانذار لليبيا. التقدم 1-0 غير مطمئن، فيما بوشناف يصوب من بعيد وكرة بعيدة على مرمى اثيوبيا. ركلة مرمى لصالح المنتخب الاثيوبي، فيما امامنا خافير كليمنتي المدرب الاسباني. واخيرا المخرج يركز على كليمنتي، مدرب عنده صولات وجولات، هو من اقليم الباسك، درب منتخبات في السابق، منتخب اسبانيا وصربيا والكاميرون. مع الكاميرون التجربة لم يكتب لها النجاح، ولكن لديه رصيد في اسبانيا، درب فرق كبيرة، بيلباو، اسبانيول، اتلتيكو مدريد، سوسيداد، بلد الوليد. لكن الفترة الأروع مع بيلباو في الثمانينيات.
لقطة أخيرة جعلت من خافيير كليمنتي يترك مكانه، لأن الكرة كادت أن تربك حسابات الإسباني وأن تعيد الأثيوبي للمباراة، لكن لا زال الليبي متفوق في الملعب 1-0. وربع ساعة مرت من زمن شوط ثاني والتقدم لفرسان المتوسط، لكن المنتخب الليبي عليه أن يحتاط من المحاولات الأثيوبية. كنترول محاولة انطلاق منها بابو بوتاكو. المنتخب الأثيوبي يحاول أن يستحوذ على الكرة ويحاول أن يفرض أسلوبه في المناطق الليبية. مرور من أسرات يقود الهجوم، يمرر انطلاقه، ولكن هناك إشارة. الخشية الأكبر والخوف من التراجع البدني للاعبي المنتخب الليبي. نعرف المنتخب الليبي المعسكر الاستعدادي لهذه البطولة لم يكن بالمعسكر الكبير، أجرى لقاء فقط وديان، واحد في المغرب أمام مالي وآخر في أفريقيا الجنوبية قبل أسبوع أمام موزمبيق. وفترة قصيرة جدا لخافيير كليمنتي اللي يقود فيها المنتخب، لكن مهم جدا لخافيير كليمنتي أن يبدأ بداية مثالية، بداية فيها انتصار على منتخب في قيمة أثيوبيا. نقل الكرة أمامية في العمق، خروج نشنوش من دون تردد وإبعاد كرة من حارس مرمى المنتخب الليبي. الكرة تعود لأثيوبيا. أوميدو في حوار مع المعتصم بالله المصراتي، والكرة لمصلحة أثيوبيا. أمامنا المعتصم بالله المصراتي جانبية لمصلحة المنتخب الأثيوبي. لعب الكرة من بابو، كرة داخل منطقة الجزاء. مهدي المصري ينقل كرة طويلة على الانطلاق والهجوم لصالح بوشناف. الآن بوشناف في هجوم معاكس، بوشناف لحد الغنودي، ولكن حارس المرمى أقرب. الحارس جمال الطاسو سرع المعتصم بوشناف في التمرير، بينما الكرة تلعب بالخطأ من بابو. تعود ليبيا عند المهدي المصري. مهدي يمرر لبوشناف صاحب الهدف الوحيد لحد الآن. بوشناف لم يتمكن من المرور لتعود المحاولة لأثيوبيا. أسرات يضغط البدري، كرة تصل من جانب اللاعب من يهيل تاشوما. تظل الكرة عند الأثيوبيين. المنتخب الأثيوبي يسيطر على الكرة من دون فاعلية، والشبلي يستحق العلامة الكاملة. اللاعب يتمتع بإحساس عالي في قطع الكرة في الوقت المناسب. ناشنوش يبعد الكرة، غنودي يمهد، ولكن هناك إشارة ورمية جانبية لمصلحة المنتخب الأثيوبي. الوقت يمر رويدا وأمامنا بيشاو مدرب المنتخب الأثيوبي. أي تعثر أو إخفاق سيضع المنتخب الأثيوبي في مهمة صعبة في اللقاءين القادمين. اثيوبيا في الجولة القادمة عليها أن تلاقي الكونغو برازافيل، فيما منتخب ليبيا سيواجه البلاك ستارز منتخب غانا. ترويض الكرة من مان نايف أنتو ليضيع فرصة ثمينة لأثيوبيا. هاي المحاولة عن طريق إفريم الشامو يحاول مرور إفريم، يخسر كرة إفريم الشامو. هذا هو إفريم الشامو المهاجم رقم 9، جانبية لصالح منتخب فرسان المتوسط. وأمامنا علي سلامة مدافع يتمتع بخبرة، يقود خط دفاع الفرسان بجانب التربي، أحد المواهب القادمة بقوة في سماء الكرة الليبية. بينما نقاط يكسب منتخب فرسان المتوسط اللي لا يزال يحافظ على أسبقية الشوط الأول، لا يزال يتقدم 1-0، لا يزال يفرض نفسه في قوة في ملعب الحرية بإفريقيا الجنوبية. فيما الكرة يرسلها سلامة في العمق، محاولة من بوشناف، الكرة تمر وتنتهي عند الحارس جمال تاسو يمرر. اثيوبيا وفترة الستينيات، لقب وحيد كاس افريقيا عام 62 بعد الفوز على مصر 4-2،
مباراة تألق فيها تيكيلي ووركو وأيضا فاسالو. نعرف فاسالو لوتشيانو شقيق إيطالو، هما من أب إيطالي وأم إريتريا، لكن مثلا أثيوبيا وكان من أبرز لاعبي أثيوبيا في تاريخ الغزلان. على المحاولة وانطلاقة عن طريق سيونتي سبايو، يستعيد الكرة الصبو للشبلي، وينطلق الآن فيصل البدري ليقود هجوم. هذا القيادي يمرر لمهدي المصري في الكروس، والكرة تتحول لركنية، ركلة ركنية لمصلحة منتخب ليبيا. المنتخب الليبي لحد الآن يقدم في مستوى مميز، وأمامنا المدافع رقم 5 عين علم مدافع المنتخب الإثيوبي. الركنية لصالح منتخب ليبيا. 20 دقيقة لعب مرت من زمن الشوط الثاني، والنتيجة لصالح الليبيين، لكن منتخب فرسان المتوسط يتطلع يسعى لهدف ثاني لضمان الفوز. المنتخب الليبي يتفوق في ركنيات على اثيوبيا 3-1، والشبلي مرر الكرة، العمامي صوب، ترتد الكرة، تصدم بأسرات محمد الشبلي من جديد. الشبلي مرر الكرة، تبعد من الدفاع الاثيوبي، تشتت. في هذه اللحظات يحاول منتخب الفرسان أن يلعب في مناطق اثيوبيا، لا يريد أن يقبل اللعب. نشنوش يخطي، نشنوش، كرة تصل عند إفريم الشامو في وسط الميدان لأسرات في العمق، كرة ناحية دانا جيرما أرضية، ولا بعد من الصبو يحول كرة خارج الميدان للجانبية. نعرف الكرات الطويلة الآن أصبحت مصدر قلق على الدفاع الليبي. الجانبية لمصلحة منتخب اثيوبيا، تلعب كرة في العمق. علي السلامة تدخل في محل، التوقيت كان ممتاز للسلامة، والكرة الطويلة من جديد تلعب من جانب فريم، أقرب لها العمامي يرسل كرة طويلة تعود من جديد لصالح المنتخب الإثيوبي. مطلوب في هذه اللحظات تهدئة اللعب، امتصاص حماس المنتخب الإثيوبي. كرة ترسل طويلة إلى بعاد من سلامة، ونقطة بالفعل، خطأ واضح، وحكم اللقاء يحتسب كرة. الجماهير الليبية يرون بأن هؤلاء الفرسان هم فريق المستقبل. هناك من شكك في قدرة اللاعبين الصغار على تخطي كل الصعوبات، وهناك من طالب بأسماء لعبت سنوات طويلة ولم تقدم شيء، لعبت لمدة عقد من الزمن ولم تحقق شيء للكرة الليبية. كثير من المشاركات وكثير من العواصف مع ذلك الجيل، لكن نحترم ذلك الجيل لأنه دافع على ألوان البلد، نحترم ذلك الجيل لأنه لعب من أجل أن يكون في المستوى. ولكن الآن بجيل جديد، ليبيا تشارك مع أسماء أخرى، وليبيا اللي غيرت كل شيء، العلم واللون، تغير أيضا الأسماء، وأسماء تحاول أن تغير تاريخ الكرة، أن تبدأ صفحة جديدة. وأمامنا بوشناف من كرة وضعها في سقف المرمى تمنح الليبيين التقدم على أمل أن يحقق المنتخب الليبي انتصار في إفريقيا الجنوبية، انتصار في الأدغال الإفريقية. كانت مشكلة من مشاكل الكرة الليبية عدم التألق خارج الملعب في ليبيا. عبد السلام الفيتوري مهاجم، هناك من يقول هو مهاجم المستقبل، يلعب مع نادي هلال بنغازي، وهو الآخر كان موجود في قائمة المدرب عبد الحفيظ ربيش في إطار التصفيات المونديالية. بينما الآن الكرة عند العمامي، نفس جديد يستعين به كليمنتي. هذا يعني بأن كليمنتي يفكر في الجانب الهجومي، يفكر الآن بخطوة أخرى للأمام. الكرة تتحول خارج الميدان، والغنودي يكسب كرة.
الغنودي يلعب بجانب الان عبد السلام الفيتوري في خط الهجوم في القاطرة الأمامية. الغنودي هل بمقدوره أو الآخر أن يدون اسمه في هذا اللقاء وأن يضع المنتخب الليبي في المقدمة؟ 2-0 يعني ليبيا ستتصدر المجموعة بفرق الأهداف. 2-0 يعني ضمان الفوز. 2-0 تأكيد النقاط الكاملة. فيتوري أو العمامي عبد الرحمن في تنفيذ الخطأ. كرة ثابتة لصالح المنتخب الليبي، ننتظر تنفيذها. تلعب بشكل مقوس لابعاد من حارس المرمى، ولكن هناك إشارة وركلة مرمى يحتسبها الحكم المساعد لصالح المنتخب الاثيوبي. امامنا الجمهور الحاضر في ملعب الحرية المتواجد في هذا اللقاء. الكان كاس افريقيا للامم هي البوابة اللي تجعل الاندية الاوروبية تأتي لتقطف ابرز نجوم القارة السوداء، وايضا الشان هي فرصة للسماسرة من اجل متابعة ومراقبة المحليين. فرصة للبروز، فرصة للظهور، فرصة للتألق لأصغر منتخب في هذا الشان لمنتخب ليبيا. لكن المحاولة لإثيوبيا لإفريم الشامو، إفريم يمرر ولكن تدخل من المصري يبعد كرة. تظل كرة اثيوبية. سيوم تيسفاي يتبع فيه الشبلي، المصري يتدخل والشبلي يقطع كرة. الشبلي يؤدي اداء غير عادي. الشبلي يقدم في مباراة ولا اروع. الجانبية الان لمصلحة منتخب اثيوبيا. محاولة المرور، الكرة تقطع وتبعد من الصبو. تصل الان عند الفيتوري، بينية ممتازة وانطلاقة للغنودي. الان الغنودي يقود هجوم لليبيا. غنودي في محاولة، الغنودي ينتظر المساندة، يمر الكرة والتصويبة لكن سهلة. تصويبة كانت من المعتصم بالله المصراتي عند الحارس جمال تاسو. يخطط منتخب فرسان المتوسط لاقتناص كرة ثانية، يحاول توجيه ضربة قاضية الكاباو لإنهاء هذا اللقاء. الشبلي مرر، تصل للمايسترو البدري، بدري عند المصري والآخر يقدم في أداء مميز، لكن الكرة تبعد لإصابة محمد الشبلي. سلامات شبلي. الشبلي اللي يتألق في هذا اللقاء يتعرض لإصابة بعد تدخل من أوميدو أوكري. تدخل كان واضح من أوكري مهاجم سان جورج الإثيوبي. محمد الجدي المعروف بالشبلي يتلقى العلاج. السلامات، نتمنى السلامة للاعب منتخب فرسان المتوسط. فيما الجمهور الحاضر في هذا اللقاء يواصل التشجيع على الطريقة الإفريقية. شبلي غادر الميدان ليتلقى العلاج أكثر. فيما أمامنا فاصل مهاري لفيصل بدري ومرور لبوشناف، وأيضا مراوغة كانت من المعتصم صبو اللي راوغ الأول والثاني وتجاوز الثالث. جانبية لمصلحة منتخب اثيوبيا. الوقت يمر ومنتخب فرسان ليبيا يقترب رويدا من تحقيق المبتغى، من تحقيق الفوز اللي أكيد هو سيسعد كل الليبيين. وليبيا تنتظر الانتصار لتحتفل من جديد. ركلة مرمى لصالح فرسان المتوسط. في تنفيذ ركلة المرمى الحارس محمد مشنوش. مشنوش ينقل كرة طويلة تعود لمصلحة المنتخب الاثيوبي. اثيوبيا ميناهيل تاشوما، ميناهيل يمرر باتجاه نايفالتو ولكن ابعاد من العمامي شتت كرة تعود اثيوبيا من جديد. الكرة لصالح اثيوبيا.
اثيوبيا البلد اللي يعاني من الفقر والحروب الاهليه. فقط بعد 4 سنوات من عودتها الكره الاثيوبيه بعد الايقاف كان من الفيفا فرض الحظر بسبب التجاذب الداخلي في الاتحاد. الكره عادت لتتألق من جديد وحاولت أن تتلألأ في الشان، ولكن هناك منتخب آخر هو الآخر يحاول هو الآخر أن يفرض وجوده، أن يفرض مكانته، أن يفرض هيبته، أن يفرض شخصيته، أن يفرض أنه منتخب بمقدوره أن يكون ضمن المنتخبات المتألقة في القارة السمراء. الكرة تصل عند أدانا كيرما لأسرات، أسرات نقل الكرة في العمق، سلامة يبعد كرة يخطي، تعود الآن للصنع اثيوبيا. خطأ فاتح من سلامة. المحاولة عن طريق إفريم الشامو لكن ركن متابع من السبو يتدخل والكرة تتحول خارج ميدان للجانبية. عبء كبير على السبو وبقية الزملاء في خط الدفاع. الكرة تتحول ركنية لمصلحة الإثيوبيين. اللاعب رقم 17 سيوم تيسفاي والركنية لإثيوبيا في تنفيذها. اللاعب رقم 4 باباو بوتاكو يستعد لتنفيذ الكورنر. تنفذ الركنية داخل منطقة والابعاد حاضر، تغطية وابعاد، والشبلي يحاول الحق بالكرة تخرج لخارج أرضية الميدان. تتحول لركنية من جديد ويبدو هناك استبدال في الصفوف الإثيوبية. ركنية لمصلحة اثيوبيا امام الشبلي، رجل اللقاء من دون منازع لحد الان. التعادل في الركنيات عادي، ولكن في النتيجة لا نأمل ذلك. استبدال في هذه اللحظة. إذا في انتظار تنفيذ الركنية العودة بالكامل من جانب لاعبي فرسان المتوسطة. لحظات أخيرة لهذا يحاول منتخب ليبيا الحفاظ على التقدم، فيما باباو بوتاكو يستعد لتنفيذ ركنية لمصلحة اثيوبيا. في انتظار تنفيذ الكورنر، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. أسرت يتابع التوربي يبعد كرة ارتقاء كامل أحمد، تشتيت وأبعاد الكرة، تنقل الكرة أمامية، تعود من جديد الآن لصالح منتخب الفرسان بجانبية في تنفيذ المعتصم سابو. التمرير والانطلاقة عن طريق عبد السلام الفيتوري ولكن هناك متابعة. الكرة يستعيد منتخب اثيوبيا في ضغط حاضر من جانب السبو. تمرير كرة من أدانا جيرما لأباباو بوتاكو أمامية، الهجوم لأثيوبيا والتوربي يتدخل، تدخل في محل من أحمد التوربي والجانبية لصالح منتخب اثيوبيا. أمامنا الجمهور الحاضر، في كل مرة المخرج يركز مع الجمهور، ولكن التركيز الآن مع اللحظات الأخيرة لهذا اللقاء. يلعب اللقاء في آخر لحظات بين غايتين، غاية الفرسان الحفاظ على التقدم أو التدعيم بكرة ثانية، فيما منتخب اثيوبيا ليسعى للعودة. الكرة عند المدافعين علم هايلو. بابو بوتاكو، تمرير كرة لسيون تيسفاي يتمهل، يمرر كرة عند اللاعب ميناهيل تاشوما، تعود ليبيا. الشبلي يحافظ على الكرة ويمرر الآن هذه انطلاقة عبد السلام الفيتوري، هجوم انطلاق البدري والفيتوري الوانتو، الفيتوري التمريرة لكن لم يتحرك معه، لم يتفاهم معاه في اللقطة الماضية أحمد المقصي. الكرة تعود مرة أخرى
لصالح المنتخب الاثيوبي. نلعب في اخر 10 دقائق من نهايه الوقت الرسمي لهذا اللقاء. يضغط مهدي المصري، كرة معدل وراء لحارس المرمى جمال تاسو، تظل عند المنتخب الاثيوبي. نقل الكرة الطويلة، الابعاد من التربي. المنتخب الاثيوبي اطلاقا لم يتمكن من انشاد اسلوبه، يحاول يلعب الكرات القصيرة لبناء الهجمات ويلجأ دوما للكرات الطويلة، لكن هذه الكرة عرضية تنتهي إلى ركلة مرمى. كرة كانت على نحو مباغت، كادت أن تفاجأ نشنوش من جانب أباباو بوتاكو. أباباو تعني باللغة الأمهرية الورد، هي أقدم لغة في العالم، اللغة الإثيوبية. أمامنا الكرة اللي تابعها وراقبها العملاق نشنوش. كرة تمر بسلام يمر الفيتوري، وحاولة الانطلاق الآن عن طريق أحمد المقصي. أحمد المقصي لاعب نادي الاتحاد. الاتحاد هو أفضل من مثل ليبيا في آخر 10 سنوات في البطولات الإفريقية. منذ الألفية الجديدة وصلت 3 مرات لنصف نهائي البطولات الإفريقية، 2000 في الوينرز كاب نصف نهائي، 2007 في الشامبيونز ليج، و2010 في الكونفدرالية. وفي الثمانينيات أهل العاصمة وصل للنهائي في كأس الكؤوس الأفريقية، والنصر بنغازي وصل لنصف نهائي كأس الكؤوس في عام 85. صحيح كنا السباقين في المشاركات. الأندية الليبية من أوائل الأندية العربية اللي شاركت في البطولات الأفريقية. الاتحاد شارك في الأندية الأفريقية البطل عام 67، ولكن لظروف معينة الكرة الليبية لم تتمكن من تحقيق المنال، لم تحقق ألقاب، كانت بعيدة، لكن تسعى للعودة من جديد. والشان هي بداية الحلم، الشان هي الاستراتيجية اللي وضعها اتحاد الكرة من أجل بناء فريق قوي، من أجل بناء فريق يمتلك قوة الشخصية والإمكانيات اللي تؤهله لأن يكون قوي على صعيد القارة السمراء. مهدي المصري يمرر، يخطي مهدي المصري، تراجع في هذه اللحظات في الأداء البدني لمنتخب الفرسان، وفي المقابل أيضا يعاني من قلة التركيز المنتخب الأثيوبي. مهدي المصري حاول مرور، يمرر للبدري عند الشبلي، الشبلي يمرر في توري، تعود للبدري، البدري ضابط إيقاع المنتخب الليبي. يرجع كرة للصبو، الصبو عند سلامة، مطلوب تهدئة اللعب. التمرير من المقسم بالله المصراتي، العمامي عند المقسي للمصراتي، الآن ينطلق بالكرة، التمرير لصالح المقسي، مقسي في الكروس ناحية الفيتوري، فيها الثاني، فيها الثاني، فيها الثاني يا فيتوري، فيها الثاني، فيها الثاني، فيها الثاني يا فيتوري، فيها الثاني يا فيتوري، سجل يا فيتوري من أجل كتابة التاريخ ورواية، رواية التألق، الرواية فن رائع، لعله في الأدب أروع الفنون، ولو أغضب ذلك محبي الشعر ومفتوني الإيقاع، لكن الرواية شيء من كل شيء، شعر وفكر وحكاية وحوار وقراءة في النفس والصور وعبر والتاريخ، ونحن الآن نكتب تاريخ في إفريقيا الجنوبية. عبد السلام الفيتوري يراوغ، يتأنى ويضع الكرة في المرمى ليؤكد انتصار الفرسان. معذرة وعلق على هذا اللقاء بكل حيادية، ولكن تفاعلت مع كرة ثانية، لأن الكرة الثانية تؤكد انتصار منتخبنا. منتخب فرسان ليبيا يكتب موعد جديد، يفتح صفحة جديدة، هي صفحة الانتصارات والتألق. برافو شباب، برافو كليمنتي. وأمامنا الأثيوبي بيشاو، خايبة أمل كبيرة للمنتخب الأثيوبي. 2-0. هؤلاء الشبان
يكتبون تاريخ جديد. هؤلاء الشبان يتألقون، هؤلاء الشبان يبدعون، هؤلاء الشبان سينسوا الكرة الليبية، الخيبات والسلبيات اللي رافقت كرة ليبيا في السابق. 2-0 منتخب ليبيا يقدم مباراة مثالية، يقدم مباراة ولا أروع. بالكل كان في المستوى، الكل كان عاقد العزم على تقديم أقصى ما لديه. 2-0 عبد السلام الفيتوري يحسم هذا اللقاء بكرة ثانية. عبد السلام الفيتوري في الكرة الثانية تعامل معها بهدوء، كان المهاجم الهادي لم يتسرع، راوغ ووضع الكرة باقتدار في المرمى. فيما أمامنا صلاح الدين حسين، عندهم صلاح الدين سعيد وعندهم صلاح الدين حسين باركيشو اللاعب رقم 13 يلعب مع نادي سان جورج. كرة ترسل أمامية الآن تنتهي لخارج الميدان. 2-0 ليبيا تتقدم على حساب اثيوبيا، و2-0 تعني الصدارة، صدارة هذه المجموعة بفارق الأهداف عن البلاك ستارز. هذه الكرة أمامية، متابعة وتشديد للكرة من جانب المخضرم علي السلامة. المنتخب الاثيوبي اللي تفاجأ بالروح الكبيرة، الروح الغير عادية عند شباب ليبيا. تصل الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس نشنوش. صحيح كانت هناك بعض الأخطاء والهفوات لكن مرت بسلام، ومنتخب ليبيا تمكن من حسن التعامل مع دقائق الشوط الثاني، ويحسب ايضا قيادة هذا اللقاء والسيطرة للاعبي خط الوسط اللي كانوا في مستوى كبير. اسراتي مرر ضد الكرة الان عند المنتخب الاثيوبي. المنتخب الاثيوبي صعب تماما ان يفعل شيء، يجد صعوبة في الاختراق. متابعة وتدخل في توري مرر الآن. المصري ينطلق، مهدي المصري يقود هجوم لصالح فرسان المتوسط. مهدي المصري في انطلاقه، المهدي المصري، ولكن هناك متابعة. يستعيد الكرة المنتخب الاثيوبي. الكابو الضربة القاضية وشال في توري. خلاص انتهت الأمور في هذا اللقاء، ولكن المنتخب الاثيوبي يحاول أن يسجل هدف، لعل الهدف يساعد في الحسابات القادمة فرق الأهداف، ولكن منتخب الفرسان يصر على الحفاظ على شباكه. تمرير كرة الآن من جانب اللاعب المصراتي. بدري للشبلي، مصري كنترول سيء. كرة تعود الآن بتمريرة من سيوم تيسفاي. الكرة يستعيد المنتخب الاثيوبي بلمسة من جانب ماناي فانتو. مرور والتصويب لكن بثبات. نشنوش يسيطر على الكرة، نشنوش يتمكن من الامساك بتصويبة اوميدو اوكري. كرة عند الحارس نشنوش، تعود المحاولة من جديد لمصلحة اثيوبيا. نلعب الآن في اللحظات الأخيرة من نهاية الوقت الرسمي لهذا اللقاء. لقاء تألق فيه شبان ليبيا، لقاء كان فيه منتخب فرسان المتوسط على موعد ليضرب موعد جديد مع التألق، ليضرب موعد مع انتصار خارج القواعد، ليضرب موعد مرة أخرى هذا المنتخب الفتي، المنتخب الشاب، أن هذا المنتخب في عقليته أن ينتصر حتى بعيدا عن طرابلس وبنغازي، بعيدا عن ليبيا. هذا المنتخب يحاول أن يلعب تحت شعار واحد هو الانتصار. مجهود كبير بذل من جانب اللاعبين ومن جانب فيصل البدري. البدري يتم إخراجه عبر النقالة خارج الميدان. فيما أمامنا كرة والتدخل كان من التربي على صلاح الدين بارجيشا. بدري يتلقى العلاج والكرة مقابلة لمرمى الحارس محمد نشنوش. ننتظر تنفيذ هذه الكرة. أمامنا الأخطاء المرتكبة 17 على اثيوبيا مقابل 12 خطأ على منتخب ليبيا. الحارس المتحفز يوجه حائط الصد
وهذه الكرة لصالح الاثيوبيين، فانتظار تنفيذها. ننتظر تنفيذ هذه الكرة وننتظر هذه المحاولة. هل ستعلن عن شيء؟ تصويبة والحارس ممتاز، الحارس برافو، الحارس يبعث برسالة لا خوف على مرمى الفرسان، طالما نشنوش يحرس مرماهم. ركنية لصالح اثيوبيا. امامنا نشنوش اللي وقف امام مهاجمين افذاذ في قيمة سامويل ايتو، وقدم مباراة ولا اروع في كينشاسا امام الكونغو الديمقراطية. اكد من خلالها انه الحارس القادم في سماء الكرة الليبية. 90 دقيقة لعب مرت من الوقت الرسمي لهذا اللقاء، والشبل يتدخل. الكرة تظل اثيوبية، ولكن من خلال هذا الاداء والفوز هذه اشارة بان الكرة الليبية قادمة، بان الكرة الليبية ستتألق افريقيا. لست من دعاة من يتكلم عن اسماء مثلت في السابق ليبيا في الستينيات والثمانينيات لم تحقق شيء. أراهن على هذا الجيل وأراهن على الأيام القادمة بأن تتغير الأمور. إذن 4 دقائق كوقت بدل ضايع. تقديرات الحكم الزامبي لهذا اللقاء. نلعب الآن في الدقيقة الأولى، والكرة لصالح منتخب فرسان المتوسط. ترسل كرة أمامية، عبد السلام الفيتوري. تعود المحاولة من جديد لصالح اثيوبيا عند اللاعب سيوم تيسفاي. تيسفاي مع الكرة، تيسفاي يعيدها للوراء، تصل عند المدافع عين عالم هايلو. من جديد المنتخب الاثيوبي في محاولة للهجوم عن طريق دانا الشمع لداغو دابابا. داغو دابابا ارسال كرة في العمق من جديد، التمهيد ولكن سهل الكرة عند الحارس نشنوش. نشنوش يمسك بالكرة قبل وصول دانا كيرما، اللاعب رقم 19 مهاجم منتخب اثيوبيا. نشنوش ينقل كرة طويلة، تعود لاثيوبيا من جديد. ترسل كرة أمامية، ارتقاء من جانب سلامة، وهجوم الآن يقودها البدري. البدري لمهدي المصري، مهدي المصري، مهدي المصري، مهدي المصري للوراء عند البدري. المصري مع الكرة للبدري، البدري يعيدها للوراء عند المدافع معتصم صبو. توربي او سلامة لنشنوش، نشنوش لعلي سلامة. يحاول منتخب ليبيا الاحتفاظ بالكرة في اخر الثواني. نلعب الان في الدقيقة الثالثة من البدل الضايع. نشنوش لعلي سلامة، علي سلامة نقل الكرة الطويلة باتجاه البدري. يستعيد الكرة المدافع عين علم هايلو، يعيد الحارس المرمى جمال تاسو. جمال تاسو عين علم هايلو، عين علم هايلو. تبدا المحاولة وانطلاقة لصالح منتخب اثيوبيا. تلعب كرة في العمق ولكن العمامي بكل سهولة ويسر يعيد كرة لنشنوش، تعود للعمامي، تصل للشبلي، شبلي للعمامي عند التوربي. توربي التمرير ناحية المصري باتجاه البدري، والبعد عن علم. تعود ليبيا من جديد الان وسط الميدان للمصراتي. المصراتي مر للشبلي، الشبلي مرر باتجاه صبو. صبو يحاول مرور، والصبو معتصم يكسب جانبية. لا، الحكم يقول جانبية لمنتخب الحبشة. كرة عند ماناي فانتو، ماناي فانتو في وسط الميدان لصلاح الدين باركيشو. نقل الكرة الطويلة، المتابعة من التوربي وخروج نشنوش في التوقيت المناسب. نشنوش يمسك بالكرة، إصابة تعرض لها أحمد التوربي مدافع منتخب ليبيا. إشارة من علي السلام الحكم اللقاء، كان في التدخل من جانب المهاجم الإثيوبي. سلامات للتوربي. نلعب الآن خلاص
حتى الوقت اللي قدر حكم اللقاء وظافه اكتمل. في انتظار صافرة النهاية هذه رأسية من جانب تنكير وسهلة عند الحارس محمد نشنوش يمرر كرة باتجاه الأمامي. وفي هذه اللحظة مشاهدينا الكرام صافرة حكم اللقاء السيد سيكازوي حكم الزامبي يعلن انتهاء